ونبتدي بالصلاة على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. النهاردة القصة بتاعتنا، صاحبة القصة بتقول إن أنا ربنا كرمني بدعوة بقالي سنين نفسي ربنا يحققها لي، وكل ده بفضل ربنا. ثم ان هي دعت يوم الجمعة في ساعة الاستجابة اللي هي من 3 العصر لغاية المغرب، من العصر للمغرب. وبتحكي وصاحبة القصة وبتقول ان انا كنت قاعدة في يوم الجمعة 4 العصر، كل اللي في بالي دعوة واحدة دعيتها بقالي سنين بدعيها ومفيش حاجة بتتغير. بيقولك وقتها سمعت الشيخ بيقول في ساعة يوم الجمعة لو دعيت فيها ربنا بيستجيب. قلت لنفسي طب يا بنتي ادعي، بس اللي حصل بعدها انا نفسي ما صدقتوش. بتقول ان انا متجوزة بقالي 4 سنين ومفيش حمل، رحت لدكاترة كتير وصرفت فلوس كتير، وكل مرة يقولوا مفيش سبب واضح لمنع الخلفة. جوزي كان بيطبطب عليا وبيقول لي معلش، بس انا من جوايا بتكسر. يوم الجمعة دي كانت يوم الجمعة كانت لوحدها في البيت، وتقول انا قررت اعمل اللي قالوا عليه، الزم الدعاء من بعد العصر لحد المغرب. قفلت على نفسي باب الأوضة وفتحت المصحف وفضلت أقول يا رب لو دي ساعة الاستجابة استجيب لي يا رب. ما بطلتش الاستغفار والصلاة على النبي، وكنت بدعي باللي في قلبي أكني بكلم صحابي بالظبط. والله العظيم حسيت براحة غريبة وأنا لسه بدعي. عدى أسبوع وعملت تحاليل حمل وطلعت اللي أنا حامل. الحمد لله والشكر لله ليك يا رب. مش بقول لكم ان كل دعوة بتستجاب تاني يوم، بس انا بقول لكم ما تبطلوش تدعوا في يوم الجمعة في ساعة الاستجابة. آه جربوا، آه جربوا ان شاء الله. زي يوم الجمعة تمام الجاية من بعد العصر لحد المغرب، واكتبي لي في الكومنتات دعوتك ايه وانا هدعي معاكي ليكي. ولو القصة لمست قلبكم صلوا على النبي، وما تنسوش الاشتراك عشان كل جمعة بحكي لكم قصة جديدة عن الفرج. ودي كان قصة قصيرة النهاردة عن سر الدعاء يوم الجمعة ساعة الاستجابة، وقصة معانا ان هي ربنا حقق حلمها والحمد لله ربنا كرمها بحمل. عقبالكم يا رب ويرزق كل مشتاق بما يشتاق، واشوفكم على خير في قصة جديدة عن الفرج وعن ربنا إذا أعطى أدهش. فربنا يكرمكم جميعا بالدعوات اللي بقالها سنين ويرزقكم بخير الدنيا كلها. وكان معكم سمسم مرجان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.